السلام عليكم، أنا علي الإدريسي وحلقة جديدة من برنامجكم الهبد الاقتصادي. هتكسب $1000 في أسبوع وأنت قاعد في البيت. خليك بس معايا وأنا هقولك على الطريقة وهنلعب كلنا بالفلوس اللي دايما واحنا قاعدين على النت بيظهر لنا اعلانات كيف تربح $1000 في اسبوع، واعلانات التداول في الفوركس والعملات الرقميه ومنصات لا عارفين اصلها من فصلها. فكرتوا تزودوا دخلكم قبل كده في ظل الظروف اللي بنمر بيها وانتوا قاعدين في البيت؟ خليني اقول لك في البدايه يعني ايه تداول الفوركس، ودي عمليه يمكن بيقوم بيها المستثمر من بيع وشراء العملات الاجنبيه والعملات الرقميه المختلفه داخل سوق الفوركس اللي لازم نعرف هو ايه، اللي يعتبر سوق غير مركزي، يعني ملهوش مكان ولا موقع محدد وملهوش كبير حتى نعرف نرجع. وفي معلومه ممكن تكون غايبه عنك وعن ناس كتير قوي، ان حجم تجاره الفوركس وصل لاكتر من $7 تريليون يوميا السنه اللي فاتت، وده يعني ان السوق دوت ليه ناسه وممكن يزودوا لنا دخلنا بجد وممكن يجيبوه الارض. علشان كده لازم نختار شركه تداول يكون موثوق فيها ونكون فاهمين اصول اللعب. ده مش معناه ان انا بشجعك على القصه دي من اساسه، اتقل بس وانا هقول لك على الزتونه. مع الأسف وسط الانتشار الكبير لسوق الفوركس في مصر والوطن العربي، ظهرت الكثير من شركات تداول الفوركس اللي بتقدم خدماتها بس بعمولات مرتفعة وصعوبة في السحب والإيداع، وكمان ممكن تلاقي إن في كتير منهم يكونوا نصابين. ده غير بقى العملات المشفرة اللي يمكن أشهرهم البيتكوين، اللي ساعات كتير قوي لا بنعرف هي زادت ليه ولا قلت ليه. مش هقولك ان الدخول في مجال العملات الرقميه مش موجود، بس كمان مش هقولك ادخل اللعبه واشتري بيتكوين وجرب حظك. الحاجات دي ما فيهاش حظوظ، انت بتدور على الربح السريع اللي من غير تعب، بالبلدي كده بالفهلوه. يا راجل اذا كان العملات اللي بتتحكم فيها البنوك المركزيه مش مستقره، هيبقى العملات المشفره مستقره ولا حتى امان؟ عشان كده البنك المركزي وقف وقفه رجاله بالقانون عشان يحمي الاقتصاد ويحمينا ويمنع تداول العملات المشفره من خلال بعض المنصات الدولية اللي ظهرت فجأة، وكمان شركات التداول اللي جزء من أهدافها سحب الدولار من الاقتصاد أكتر ما بتضيف. لكن ده ما يمنعش إن في شركات بتشتغل في الفوركس تحت عباية التدريب والتطوير وتنظيم المؤتمرات الشيك اللي بيعزموا فيها خبراء الاقتصاد، وعلى فكرة ساعات بيعزموهم. المهم ركز معايا بقى علشان أعرفك إن أهم حاجة تختار بيها شركة التداول لازم يكون موثوق فيها، ولازم تكون تراخيص الشركة مظبوطة، ولازم يكون ليها فترة زمنية طويلة في السوق، ويكون كمان طرق السحب والإيداع بالشكل المناسب. وخليني أقول لك بقى على حاجة، دايما النصاب قبله طماع، ومين فينا يكره ان هو يكسب $1000 في اسبوع من غير لا يتعب ولا يشتغل؟ وما تنساش اننا لغايه دلوقتي بنصدق ان واحد ممكن يجي ياخد فلوسك ويشغلها لك ويجيب لك 50 ولا 60% عائد، زي منصه هوك اللي ظهرت اليومين اللي فاتوا واصطاد الزبون. قالت لك لو اودعت $10 في اليوم هتكسب $1، يعني مكسب حوالي 10% في اليوم، يعني بتتكلم على 300% في الشهر. ده ايه الحلاوه ديت؟ ده احنا نسيب كل حاجه بقى ونروح لها. المهم انها جمعت في الكام شهر اللي فاتوا اكتر من 60,000 مشترك، وده غير مبلغ كبير وصل لحوالي 19 مليون جنيه، وفي يوم وليله المنصه هوب مش موجود. ايوه بالظبط، انت اشتريت العتبه الخضراء زي اسماعيل ياسين في الفيلم. يا راجل ده احنا بيتنصب عليها من تسعينات القرن الماضي، وتقريبا هيفضل يتنصب عليها اليوم القيامي. والضحك ان لغايه دلوقتي كل يوم تسمع عن مستريح جديد، زي ما تكون حاطط يافطه من فضلك انصب عليا. طول ما انت مش عارف تعمل مشروع ولا انت بتفهم حاجه في التجاره، يبقى خليك في المضمون حتى لو العائد بتاعها قليل. ولما تيجي تحط فلوسك في حاجه، دور على الحاجات اللي كلنا عارفينها زي الذهب والعقارات او حتى شهادات الاستثمار اللي في البنوك. هترجع وتقول لي مش هيجيبوا لي $1000 في اسبوع، هقول لك والنبي تلح، ده انت لغايه دلوقتي فاكر ان المكرونه بتتزرع؟ ثم انت عندك استعداد تخسر فلوسك وتدخل في حاجات انت مش فاهمها؟ واسمع كلام اخوك لو ناوي تستثمر في الذهب ولا العقارات، ما تستناش المكسب بكره الصبح، لازم تتقل عشان تكسب بدل ما تبيع بخساره. يعني مش قبل 2 أو 3 عشان تفكر تكسب من استثمار سواء في الذهب ولا العقارات، الا بقى لو حصلت حاجه سواء من بره ولا من جوه خلت الاسعار في السماء. اما بقى شهادات الاستثمار فدلوقتي بتوفر عائد حوالي 22%. مش هقول لك ان هو احسن حاجه بمعدلات التضخم اللي تخطت ال 32%، لكن ما تبقاش قاعد في البيت وفلوسك مضمونه والعائد مضمون وتتدلع عليه. استنوني في حلقه جديده وهبده جديده. سلام عليكم.